الحلم الأمريكي اتقلب فجأة لكابوس مفيش إنسان ممكن يتخيله. إيرينا بنت أوكرانية عندها 23 سنة من كيف، كبرت وسط القنابل والحروب الروسية، ومع كل قصف كانت بتحلم إنها تلاقي مكان آمن تعيش فيه. وفي سنة 22 قررت إنها تسيب كيف وتهاجر لأمريكا. ركبت الطيارة وسابت الحرب وراها، وصلت أخيرا أمريكا وبدأت من الصفر. اشتغلت في مطعم بيتزا وبدأت تاخد كورسات إنجليزي، وكانت بتضحك وبتقول أنا هنا عشان أبدأ من جديد وأخيرا هعيش في أمان بعيد عن الحرب والقنابل. وفي يوم وهي راجعة من شغلها وركبت المترو، قعدت لبست سماعاتها وفتحت الموبايل زي أي حد ما بيعمل، لكن اللي قاعد وراها كان خطر. اسمه دي كارلوس براون، راجل عنده تاريخ اسود، 14 قضية عنف، سلوك مضطرب ومشاكل نفسية. المفروض يكون في السجن، لكن القضاء الأمريكي أطلقه بكفالة، وبعد 4 دقايق بس من ركوبها فتح سكين 3 طعنات قاتلة. في ثواني الحلم الأمريكي اللي كانت بتبنيه انهار قدام عينيها. بصت له وهي مش عارفة ايه اللي حصل، عمل كده ليه، وفي ثانية عيطت على حلمها اللي بيروح قدام عينيها وماتت بعدها. الفيديوهات انتشرت والميديا كلها اتجننت. ازاي بنت هربت من قنابل روسيا تموت في قلب أمريكا؟ ترامب طالب بإعدام القاتل. إيلون ماسك أعلن $1,000,000 يعملوا جداريات لذكرى إيرينا في مدن أمريكا. وأندرو تيت انضم للتبرع. والصحافة كتبت اللي ما حمتهاش أوكرانيا ما حمتهاش أمريكا. الصدمة مش بس في الجريمة لكن في السؤال، إزاي دي كارلوس كان طليق تاريخ سوابق وقضايا عنف وكل مرة النظام يسيبه؟ القضية فجرت نقاش كبير. أمريكا طلعت زيها زي أي دولة، فيها ثغرات أمن وفيها ناس بيمشوا من غير حساب لحد ما تحصل الكارثة. إيرينا هربت من الحرب ومن الصواريخ ومن أصوات الانفجارات، بس وهي فاكرة إنها وصلت لأمانها القدر كان مستنيها في المترو. قصة إيرينا مش بس مأساة، دي رسالة إنك ممكن تهرب من خوفك ومن بلدك ومن حربك، بس محدش فينا يقدر يهرب من قدره، ده ساعات بيسافر له كمان.